السلام عليكم متابعيني الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. شاومي وبشكل رسمي اطلق هواتفهم الجديده الشاومي 15 العادي وال15 برو. بهذا الفيديو راح اتكلم وياكم عن النسخه العاديه لان برايي تعتبر صفقه مثاليه جدا، مثل ما كان الشاومي 14 العادي يعتبر شيء كلش ممتاز. فانا بشكل شخصي اعتقد ان الشاومي 15 العادي راح يكون ايضا خيار ممتاز جدا بالنظر الى سعره والمواصفات الموجوده به. انا محمد وخليكم وياي حتى تعرفون باقي التفاصيل. احس هاي قاعده تنطي ايحاء انه انا ما محترم الناس اللي جاي احكي وياها، هاي بالشهاده يعني. اهلا بكم مره ثانيه. راح اتكلم عن اول حاجه صار عليها كلش كلام كبير بالوقت الحالي، واللي هو موضوع المعالج الخاص بهذا الجهاز راح يكون هو النسخه الجديده من معالجات سناب دراجون، وتحديدا السناب دراجون 8 اليت. هذا المعالج الجديد اللي خلينا نقول جايب ارقام خرافيه على منصات الاختبار، وان تحصل هذا المعالج بجهاز يجي السعر ما راح اذكره هسه على مود خليكم شويه متحمسين وتكملون الفيديو للنهايه. تفكير يعني مع الواحد يدور مشاهدات. لا خلاص، السعر المتوقع لهذا الجهاز هو $700 او اقل من $700 حتى. طبعا بكل تاكيد مع معالج بهاي القوه راح يكون عندنا رام بثلاث خيارات 8 و12 و16 جيجا بايت، وبكل تاكيد الرام راح يكون من احدث نوعيه واللي هو ال LPDDR5X. بالنسبه للذاكره فاذا راح تكون من احدث نوعيه ال UFS 4.0 وراح تكون 256 و512 و1 تيرا بايت. خيار ال 128 راح يبدا يختفي تدريجيا لان حاليا بعد ما يكفي لاي شيء. طبعا بكل تاكيد راح يكون عندنا الاندرويد 15 كنظام تشغيل، بالاضافه الى واجهه شاومي الجديده الهايبر او اس الجيل الثاني او 2.0. الان خلينا نتكلم عن موضوع الكاميرات الخاصه بهذا الجهاز. راح تكون عندك ثلاث كاميرات خلفيه، والثلاث كاميرات هاي تجي بدقه ال 50 ميجا بكسل. العدسه الاساسيه راح تكون بفتحه 1.6 شلون 1.6 استغفر الله العظيم، اثار الجوع هاي والله. طبعا بكل تاكيد تدعم مثبت البصري او الاو اي اس. الكاميرا الثانيه راح تكون تيلي فوتو، وايضا تعطيك 5x اوبتيكال زوم او زوم بدون فقدان اي جوده. والكاميرا الثالثه راح تكون عدسه واسعه او الترا وايد، فتحت العدسه بها اف 2.2 ما بها اي تغيير عن الجيل السابق. وبالنسبه لموضوع تصوير الفيديو على هذا الجهاز، فالجهاز راح يدعم تصوير فيديو بدقه ال 8K مع 30 فريم، لكن هذا الخيار مو مرجح بالنسبه لهواي ناس او لاغلب الناس. اساسا ال 4K مع 60 فريم مع الدولبي فيجن راح يكون هو الخيار الافضل ان نستخدمه مع هذا الجهاز. الان خلينا نتكلم عن موضوع البطاريه. راح يكون حجمها 5400 ملي امبير، تدعم الشحن السريع بقوه 90 واط، شحن سريع سلكي. الشحن السريع اللاسلكي راح يكون بقوه ال 50 واط. طبعا اكيد سواء حجم البطاريه او الشاحن يعتبر ارقام جدا ممتازه بالنسبه لهذا الجهاز وحتى بالنسبه لهذه الفئه السعريه بشكل عام. وايضا شركه شاومي بحسب ما ذكروا انه استخدموا تقنيه بهذا الجهاز تخلي البطاريه مالته بعد 1600 دوره الشحن تحافظ على كفاءتها بنسبه 80%. هذا نظام جديد بكل تأكيد. هذا حاليا فقط كلام على الورق، لما تجرب الجهاز بشكل شخصي وتجربه بشكل يومي راح تعرف حقيقة هاي الأرقام بكل تأكيد. الآن نجي بالنسبة لموضوع الشاشة. حجمها 6.36 إنش، تجي منه أولد وبسطح فلات ما بها أي انحناءات. هذا الشيء بصراحة ينطي شكل حلو كلش للجهاز، وهواي ناس يفضلون هذا الموضوع انه الشاشة تجي بدون أي انحناءات. أكيد معدل تحديث متغير أو متكيف، شاشة تجي منه LTPO من 1 الى 120 هرتز وبريزولوشن يصل الى 1.5K. وايضا اكو تطوير صار هنا بهاي الشاشه على موضوع السطوع هنا راح يصل الى 3200 شمعه كحد اقصى، رقم جدا ممتاز. وايضا شاومي ذكروا انه لاول مره راح يستخدمون طبقه حمايه جديده مع هذا الجهاز او مع السلسله كلتها. الطبقه هاي اسمها الدراجون جلاس، طبقه جديده بحسب ما ذكروا انه تعتبر 10 اضعاف اقوى من الجوريلا جلاس فيكتوس اللي تعتبر كلش قويه اساسا، فهاي المفروض تكون 10 مرات اقوى. لذلك بكل تاكيد الجهاز راح يكون اقوى من ناحيه تحمل الصدمات والخدوش. الان راح اتكلم عن تفاصيل هواي ناس يسالون عنها ليش ما اذكرها دائما، فهالمره راح اذكرها وعندي يقين انه ما حد راح يهتم لها نهائيا. الجهاز راح يجي مع واي فاي الجيل السابع، بلوتوث 5.4، وايضا يجي مع بصمه تحت الشاشه، وايضا يجي مع ستيريو سبيكر من دولبي اتموس، وبالاضافه اخر شيء الجهاز يجي مع مقاومه كامله للماء والغبار بمعيار الاي بي 68. فهذه كانت اهم تفاصيل الجهاز. اتمنى الفيديو نال اعجابكم، اكيد اشتركوا بالقناه، خلوا لايك للفيديو، وان شاء الله اذا الجهاز وصلني راح تكون تجربه كامله وبشكل كبير جدا. اذا وصلني الجهاز راح يكون هو جهازي الشخصي مكان الايفون واخيرا. فاني محمد اشوفكم فيديو الجاي.